يثير قرار الحكومة موافقتها على استيراد الأغنام المعدة للذبح ضبابية حول النتائج المرجوة منه، وعن المستفيد الحقيقي من التحفيزات المقدمة، وعمن إن كانت التحفيزات حق تراعي القدرة الشرائية للمواطنين وصحتهم. ويرى البعض أن الموافقة على استيراد الأضاحي لا يعد أن يكون حل ترقيعي يفاقم معاناة مربي المواشي، في وقت كان ينبغي أن يكون الرهان فيه هو كيفية إعادة تأهيل القطيع الوطني السائر في طريق الزوال. كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش في 17 من أبريل أن المغرب قد استورد حوالي 10,000 رأس غنم منذ صدور القرار منتصف فبراير. جاء ذلك خلال لقاء عقده أخنوش مع 5 تنظيمات مهنية من أجل تدارس وضعية قطاع اللحوم الحمراء والتدابير الكفيلة بتطويره وتنميته على الصعيد الوطني. وتدارس اللقاء ذاته وضعية تموين السوق الداخلي ووتيرة عملية الاستيراد للحيوانات المعدة للذبح، التي ستمكن من استقرار الأسعار والمحافظة على القطيع الوطني وإعادة تشكيله. مطالب برلمانية. تماشيا مع ما صرح به إدريس عدة، طلب نواب برلمانيون بضرورة أن تصب التحفيزات المخولة للمستوردين لصالح المواطن، وبالكشف عن استراتيجية الوزارة وعن إجراءاتها لتوفير أضاحي العيد بأثمنة مناسبة، وعن مدى سلامة ما تم استيراده.